بص يا صاحبي، انت كده هتضيع مستقبلك كله. انا عارف انك موهوب وعارف ان الناس كلها بتسقف لك وبتحبك، لكن كده انت هتضيع نفسك. مين انت؟ عندك 17 سنة، يعني انت لسه بموهبة، لسه طالعة، لسه طازة بمعنى الكلمة. فلازم يا مين تخلي بالك من الاخطاء دي، لان الاخطاء دي مفيش غيرها. يعني يا صاحبي، الموهبة لوحدها ما بتكفيش او ملهاش لازمة بمعنى اصح. التركيز يا صاحبي هو اهم حاجه، والتواضع طبعا، لان ملاحظ ان انت متكبر شويه. الناس دلوقتي بتحبك لا وبتسقف لك طبعا، لكن اول ما تغلط الناس دي برضه هتنتقدك. الشهرة بتكبرك بسرعه، ولكن الشهرة ممكن برضه توقعك بسرعه، فلازم تخلي بالك. يعني يا عم لمين، انت حلو وكل حاجه، لكن خف شويه من ستايل الشو ده. احنا جيلنا كله بيحب الكاميرا، لكن الكورة بتحب اللي يتكلم عنها برجولة مش بالعبثة. شوف ميسي دلوقتي، الراجل عمره في حياته ما عمل شو ولا كان بيتمنظر اصلا، بس كل الناس كانت بتخاف منه وهو ساكت، لانه هو كان بيتكلم بالكورة، مش بيتكلم وبيتخانق وبيعمل، لا، بيتكلم بالكورة يا لمين. انت عندك فرصة تبقى زي ميسي، ولكن مش بالتيشيرت بقى، فعلا بقوة افكارك وبالاستراتيجيات، وطبعا انك تسمع المدرب وتسمع الفريق وتكونوا فريق واحد. بحس ان انت بتضيع كل ده. النجومية يا لمين مش لايكات، النجومية تعب وتصحى بدري وتقوم للتدريبات، كل ده اسمها النجومية، مش انك تصحى تتصور وتعمل وتسوي. بس بلاش تقول لي انا لمين ومش عارف ايه، لا، الكوره مش بتتكلم بالاسماء، الكوره بتتكلم بالاداء. ساعتها بقى الناس هتقول ده ميسي الجديد. فيا صاحبي ركز في الكوره، وسيب البنات والدوشه دي كلها، لانها نهايه. ومش عايزك تبقى زي نيمار، انا عايزك تكون احسن لاعب في برشلونه، وتكون شايل فعلا برشلونه زي ما بيقولوا. وعايزك تسمع من الناس اللي عايزه مصلحتك، فكك وسيب وكبر دماغك من كل الناس اللي حواليك، انك لو مشيت صح من دلوقتي، بعد كام سنة الناس هتقول فاكر لما كان عنده 17، مش هتقول فاكر الواد اللي ضاع، لانهم الكورة ما بتفتكرش الناس اللي ضاعت.